ازيكم؟ هنعمل النهارده جمبري مقلي بطريقه بسيطه وسهله، مقرمش من بره وطري من جوه وطعمه بجد اقسم بالله كان حكايه طعمه جميل جدا. هتجربيه وهتدعيلي باذن الله. يلا كده نسمي الله. في الاول كده انا الجمبري ده كنت شارياه من الهايبر. مجمد كده، ده 400 جرام، يعني اقل من نص كيلو بحاجات بسيطه، 100 جرام. هو متنضف جاهز زي ما انت شايفه، المكان اللي بيبقى الكيس الرمل فيه متشال متنضف جاهز ونضيف جدا بصراحه. وانا كنت اول مره اجرب الجمبري اللي هو الجاهز ده فعجبني. طبعا انا حطيته في ميه يفك، وبعد ما فك معايا هو ده شكله بالطريقه دي. هنركنه بقى كده على جنب. وهاتي الكبه بتاعتك، وهاتي بقى كده من 3 ل 4 قرون فلفل احمر، وخرطيهم كده في الكبه علشان نعمل الخلطه اللي الجمبري هيتحط فيها. يفضل يعني ان الفلفل يكون احمر، ولو انت بتحبي الحاجه حراقه سبايسي يعني يبقى هتعملي شطه حمراء من اللي هي الشطه اللي هليبو اللي بتبقى حمراء دي اللي بتبقى حراقه. انا كده خلاص خرطت هنا حوالي 4 قرون فلفل حمر. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا، هنحط ملح. طبعا احنا مش هنحط الخلطه دي كلها على الجمبري، تمام؟ فاللي هتفيض هتشيليها في الفريزر او في التلاجة تستخدميها في اي حاجه تاني. يبقى انا هنا حطيت معلقتين من الملح، وهحط الحاجات اللي انا هحطها دي كلها نص معلقه كبيره، نص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر، ونص معلقه كمون، ونص معلقه بابريكا. بس كده. يبقى انا حطيت، اقول تاني، معلقتين ملح كبار على 4 قرون فلفل حمر او شطه، على نص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر، ونص معلقه كمون، واخيرا نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه بابريكا. خلاص كده المقادير واضحه معانا خالص. هناخد بقى الكلام ده جميل ده. وطبعا انا معايا الليمون، خدي بالك انا لسه مش هعصر الليمون دلوقتي. هقفل بقى كده واخد الكلام ده اضربه كده واوريهولك بعد ما فرمته في الكبه تاني. انا كده خلاص فرمت التوابل اللي معايا بالفلفل. هفضيها بقى او اركنها كده الاول على جنب، وهجيب بوله واجيب الجمبري بتاعي واحط الجمبري في البوله اللي معايا. الجمبري على فكره يا جماعه نضيف جدا جدا، وزي ما انا قلت لك انا اول مره اجيب الجمبري الجاهز ده. انا دايما كنت بشتريه من عند السماك وانضفه انا بنفسي واعمله، بس بصراحه كان نضيف جدا وما كانش فيه اي حاجه، ورغم ذلك انا عدت عليه تنظيف تاني. يبقى انا هنا جبت الجمبري حطيته في بوله، وخدت معلقتين من الهريسه اللي انا عملتها دي، وهجيب بقى ليمونتين كبار قوي كده زي اللي معايا دول، يكون فيهم ميه كده. انزل بالليمونتين كلهم على الجمبري والخلطه اللي معايا دي. الليمون خدي بالك مليان ميه جدا. انا كان معايا ليمونتين 2 بس مليانين ميه جدا، عشان ما تجيبيش ليمون ناشف. اعصريهم كده على الخلطه اللي معاكي دي، وقلبي بقى الجمبري مع الخلطه مع الليمون. هو طبعا الافضل، انا عملت الخطوه ديت قبل الغدا بحوالي ساعتين 3، تمام؟ انت بقى تعمليها عادي، مثلا تقولي لي مثلا انا ممكن اعملها وما عنديش وقت وعايزه اطبخ على طول، عادي مفيش مشكله. بس انا بقول الافضل ان هي تفضل ساعتين 3. وانا طبعا كنت عامله حسابي وعارفه ان انا هعمل جمبري، فعشان كده عملته قبل الغدا بساعتين 3. ليه بقى؟ كل ما بتسيبيه مده اطول كل ما بشرب من التتبيله اللي انا عملتها دي. وعلى فكره الخلطه المتبقيه دي انا مش هرميها، انا هشيلها في الفريزر او في التلاجة، تنفع لسمك. يعني لو انت هتعملي سمك مقلي هتنفع له جدا، ولو انت كمان هتعملي بتنجان وتملحيه هتنفع جدا. دوت بقى يا ستي بعد ما فات ساعتين 3، شايفه نزل الميه ونزل السوائل اللي فيه ازاي. تعالي بقى نركنه كده على جنب، وهاتي لي طبقين، كل طبق فيه كوبايه من الدقيق. هناخد كده طبق من اللي فيه كوبايه من الدقيق، هنحط عليه نص معلقه بيكنج باودر، وهنحط عليه كمان اجيب معلقتين من النشا. يبقى انا خدت معايا كوبايه من الدقيق، حطيت عليها نص معلقه بيكنج باودر ومعلقتين من النشا، وهقلبهم وهتبلهم كمان.
هتبلهم ببصل وتوم باودر بس كده. والكوبايه التانية دي مش هحط عليها اي توابل ولا نشا ولا اي حاجه خالص. هتشوفي هعمل فيها ايه الوقت. وقلبي قلب قلب كده. بس اركني بقى دي على جنب. هاتيلي بقى كده الطبق التاني ده. هجيب يا ست كوبايه كده من الميه، واحاول اخلي كوبايه الدقيق اللي معايا دي زي عجينه الكريب. عارفه عجينه الكريب اللي بنعملها؟ خليها زي العجينه بتاع الكريب كده، لا هي خفيفه قوي قوي ولا هي تقيله قوي قوي. طبعا بنحط ميه بالتدريج لحد ما قوام العجينه دي الدقيق يفك خالص معاكي، وتحسي بالقوام اللي هو وسط مظبوط، لا هو تقيل ولا هو خفيف. طبعا هنا انا اخدت كوبايه الميه دي كلها، ما عوزتش ولا نقطه بعديها. بس كده انا كده اخدت الكوبايه كلها. قلبي قوي علشان بس ما يبقاش في اي تكتلات في الدقيق معاكي، ما يبقاش مكلكع يعني. وهاتي بقى خدي بقى معلقه من الخلطه اللي انا كنت عاملاها للجمبري اللي انا حطيت فيها الجمبري دي. خدي كده معلقه منها وانزلي بالدقيق والميه اللي احنا حطيناهم، وقلبي كده. اخلطي لي الخلطه مع الميه والدقيق ده بالشكل ده كده. كده خلاص تمام قوي كده. تعالي بقى يا ستي هاتي الجمبري بتاعك بقى. حطي الاول في الدقيق، وبعدين حطي في الخلطه اللي هي الدقه بالميه والدقيق، وبعدين رجعيه الدقيق تاني، وهكذا يا ستي لحد ما تخلصي كل كميه الجمبري اللي معاكي. يعني لو قدامك كيلو 2 كيلو نص كيلو، اي كميه موجوده معاكي هتقدري تعمليها بالشكل ده. وطلع بصراحه جبار. انا ما كنتش متخيله، انا كنت على طول قليل قليل جدا ان اما كنت بقلي الجمبري انا كنت على طول بعمله شوربه. الطريقه دي جميله جدا جدا وطعمها بجد، يعني انت لو جربتيها مش هتبطلي تعملي بالطريقه دي لحد ما اخلص كل كميه بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. طبعا الزيت سخن، انا حاطه كده في طاسه صغننه كده، حابه توسعي براحتك. انا بقى بطبخ والزيت ده كان على عين، وكنت برضو عامله مكرونه كانت على عين تانية. فقلت اما اخلص كل الاكل وبعدين ننضف الدنيا كده حوالينا. انا بقى حطيت هنا كميه مناسبه كده في الطاسه على قد الطاسه من الجمبري، وما ياخد لون بقلبه على الناحيه التانية بالشكل ده كده. اللون اللي هو واخده لون جميل قوي على فكره، والطعم يعني جميل جدا جدا، مقرمش من بره وطري من جوه، كريسبي حاجه كده فوق الخيال. ده غير بقى الطعم بتاعه، اقسم بالله الطعم حكايه. انا بقول لك انا ما كنتش متخيله طعمه يطلع بالجمال ده كده. اما ياخد لون بقى بتقلبي على الناحيه التانية برضو ياخد لون، بتشيلي وتحطي غيره، وهكذا لحد ما بتخلصي كل كميه الجمبري اللي معاكي. الكميه اللي كانت معايا دي 400 جرام، يعني نص كيلو زي ما انا قلت، او اقل من نص كيلو شويه. حابه بقى تاكلي جنبه عيش وطبق سلطه كده وطبق مخلل، ماشي. حابه تاكلي جنبه مكرونه، ماشي، براحتك بقى، دي حريه دي. ده شكله كده بعد ما خلص جميل جدا جدا وسهل، وبصراحه ما اخدش وقت معايا. والطريقه دي معتمده جدا وسهله وبسيطه، ولو انت جربتيها مش هتبطلي تعملي الطريقه دي. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ومشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي الجرس وحطي لايكات كتير.